مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وفي تيك توك ويوتيوب وفيسبوك. جبنا لكم اليوم موضوع جديد. بلا شك انكم تابعتوا مستوى التقارب الروسي والجزائري في الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة تبون روسيا، وكذلك تصريحات الرئيس تبون يعني في كل خرجة إعلامية، تصريحاته يعني اللي كانت فيها نبرة عدائية، وفيها كذلك بعض الأحيان نوع من التهديد للغرب، يعني كنوع من يعني طلب الود يعني والاستعطاف من الدب الروسي. لا شك أنه الكثير يتساءل يعني ما سر يعني هذا التقارب بهذا الشكل، بالتأكيد لن تقبله ماما فرنسا وستحاربه بكل ما أوتيت من قوة، ولو أن قوى الآن يعني ليست كفرنسا التي نعرفها في السابق. السر وراء ذلك هو يعني الجزائر لم تعد يعني تثق كثيرا في الموقف الفرنسي مع الجزائر، كذلك موقفها من قضية الصحراء. التخوف ما يزيده الآن هو يعني شاهدنا كاملين تصريحات اللي كانت يعني شكل تحذيرات ساركوزي اللي هو الرئيس الفرنسي الأسبق للرئيس الفرنسي الحالي اللي هو ماكرون. يعني كان نوع من التحذيرات حول طبيعة العلاقة مع الجزائر، وحذره بصريح عبارة يعني لا تثق في الجزائر، وحذره أيضا من تباعد يعني العلاقة مع المغرب، مع المملكة المغربية، يعني حتى نكون يعني أكثر دقة في هذا الموضوع الذي عشان أود أن أثير يعني انتباهكم لمسألة أنه ما اكتشفته الجزائر الآن بالنسبة للعلاقة مع فرنسا وعلاقة فرنسا عموما هو اكتشاف جد متأخر إذا ما قارناه بتغيير من طبيعة التعامل المغربي مع فرنسا. فسنجد أن الدبلوماسية المغربية اكتشفت يعني أن الأمور خارجة عن السيطرة في إفريقيا، وبدأت تخرج من السيطرة الفرنسية منذ مدة بعيدة، وعلى أساسها يعني غيرت من طبيعة تعاملها مع النظام الفرنسي، ولم تعد تلك العلاقة يعني علاقة يعني التبعية كما يصفها البعض، ولكن أصبحت علاقة ند للند. إذن هذا يعكس ذكاء الدبلوماسية المغربية وقدرتها يعني على استشراف المستقبل والتغيرات وقراءة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، لا على المستوى الإقليمي ولا حتى على المستوى الدولي، بحكم أن الجميع يجمع على أنه النظام العالمي ماض في التغير والتشكل من جديد. إذن ظل هذه كلها يعني تصريحات، نرجع لتصريحات ساركوزي، لأن تصريحات ساركوزي عقبها أن يوم أمس أنه على القناة الفرنسية الخامسة هناك تقرير حول منطقة مرزوقة السياحية، وهذه منطقة مغربية سياحية. كان هناك تقرير يعني حول مؤهلات هذه المنطقة وطبيعة هناك، وتم استعمال خريطة المغرب. في العادة وفي المتعارف عليه أن القنوات الفرنسية خريطة عندها يعني نشر خريطة المغرب يتم دائما بطر الصحراء من الخريطة. الجديد اليوم أمس هو أنه الخريطة تم يعني نشرها بكاملها، يعني لم يتم بطر منها الصحراء، وهذا ربما يعني يعكس أنه هناك تغير في الموقف الفرنسي بخصوص قضية الصحراء، يعني يستشف منه بوادر موقف فرنسي قد يكون في اتجاه يعني الموقف الإسباني والأمريكي والإسرائيلي كذلك. إذن الأمر ماض بهذا الشكل.
فهذا يعني يمكن أن نفهم منه هرولة يعني الجزائر نحو روسيا، و يعني مطالب يعني من انضمام البريكس، ولو أن حاليا يعني دون يعني مستوى التواجد بين نادي الكبار في البريكس. نتمنى مشاهدينا أنكم حتى أنتم تبارطاجوا معنا تعليقاتكم ورأيكم حول هذا الموضوع، وشكرا، ودمتم إلى اللقاء في حلقة قادمة وموضوع آخر بحول الله. إلى اللقاء.